السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير بأحسن الأحوال. إلا عندك الحامض في الدار ما تضيعيش الحامض الأخضر، راه حتى هو قابل يترقد، حتى هو صالح للترقاد. فغادي ناخدو هاد ندير 4 ديال الحامضات في الثلاجة شايطين ليا، فقلت علاش لا ما نرقدهمش ونحافظ عليهم حتى يعني علاش لا ما نستافد منهم. خديت 4 ديال الحامضات، غسلتهم نقيتهم مزيان وغسلتهم بالماء الدافئ ديال الشوفو. من بعد كنقيها بالموس، كنحيد ليها الريوس، كل وحده كنحيد ليها الراس ديالها. من بعد ما كنحيد ليها الراس ديالها غادي نحاول اننا نفلحها وحده مورا الاخرى، كل وحده غادي نفلحها على 4. ردوا بالكم من الحامض راه كيدير الحكه في اليد، يعني كل مره غسلوا يديكم ونشفوها وعاودوا فلحوا، حيت هكا ما يبقاش يحرقكم في اليد ديالكم. من بعد ما كنستمر في هذه العمليه غادي نفلح 3 وغادي نخلي وحده، لان البرطمه اللي عندي او قنينه محكمه الاغلاق اللي عندي ما غاديش تهز ليا 4، غتهز ليا غير 3. يعني فخصنا نخليهم فاش يشربوا شويه ديال الماء، يعني هو نفس الطريقه، غير غادي نفلحوا على 4 وغادي نحلو بيدي شويه هكا ونعمرو بالملحه. كل وحده غادي ندير فيها 2 معالق ديال الملحه البيضاء العاديه، وغادي نجيب الغراف اللي غادي نرقد فيها الحامض الأخضر. بالنسبة للغراف اللي عندي أنا عندي غراف بلاستيكي. إلا عندكم غراف زجاجي أصلا خصو يكون قنينة زجاجية، لكن أنا ما متوفرش عندي، خصني نوجدها نرقدها في القنينة ديال البلاستيك حتى يكون واجد ونرقدو في القنينة الزجاجية. هاد الحامض راه كيتوجد في 2 أسبوع فقط، من 10 ايام حتى 2 أسبوع على حساب، وكيكون جاهز للاستعمال. فانا غادي نعمرهم بالملحه وحده مورا الاخرى هكا بشويه، نحاول اننا نكثر الملحه باش ما نفقدوش الحمض الاخضر، نحافظوا عليه. حنا متعودين اننا نصيروا الحامض الاصفر، ولكن كي البلدي كي الرومي كلهم بحال كلهم قابلين باش يترقدوا، كلهم كيترقدوا. فحتى الزيتون كنرقدوه، يعني اي حاجه كنرقدوها، حتى الخيار كنرقدوه. حتى ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات ديال الترقاد دائما في اطار نصائح مفيده، وهاد النصائح مفيده، نصائح مطبخيه، نصائح في اي حاجه، وحل اي مشكل مع النصائح. وان شاء الله انا غادي نستمر معكم حتى كنفلحهم هكا بحال هادي، وكنزيد نحلهم بيدي باش تدخلهم الملحه مزيان. وعاد غادي نجيب واحد البارطمه بلاستيكيه وغادي نرقدها، غادي ندير ليها الملحه هي الاولى وحده مورا الاخرى، وعاد غادي نبدا ندحسهم، خاصهم يكونوا مدحسين، بالاخص هذوك 2 حامضات، هذوك 2 حامضات ديال اللي كيكونوا لتحت ديال القنينه خاصهم يكونوا مدحسين. عاد كتكون وحده اخرى حداها في الفوق، يعني كيكونوا 3. هاد القرعه تهز ليا غير 3، وحده الاخرى غادي نرقدها بوحدها، يعني غنرقد 3 ديال الحامضات بوحدهم في قنينه ديالهم بحال هادي. ومن بعد
غادي نجيب قنينه زجاجيه عندي صغيره، غتهز ليا غير وحده. فهادي غادي تهز ليا 3، والصغيره غتهز ليا وحده. انا غير غادي نخليه يترقد في هاد البلاستيكيه، لان كنعرفوا ان البلاستيك ماشي صحي، ولكن غادي نخليه يترقد لانه هو اللي متوفر عندي. وعاد غادي نغير ليه الانيه ديالو، ونحاول نديرو في قنينه زجاجيه محكمه الاغلاق بطبيعه الحال. دير الثالثه غادي نحاول انني نقدهم. غادي نعمر الثالثه بالملحه، وغادي نديرها في هاد القنينه هادي، وغادي نضيف ليهم كاس ديال الماء المغلى. الماء المغلى نغليو الماء ونحطوه تيبرد، نغليو الماء ونحطوه تيبرد، ونكبوه على الحامض ونغلقوه بالغلاقه ديالو. الا بغيتو ديروا ليه السلوفان، انا غير كنغلقو بالغلاقه ديالو فقط بلا ما ندير ليه السلوفان. صافي كيكون هكا واجد. غادي نزيد عليه الملحه كذلك، باش يعني قد ما كثرت الملحه قد ما كيكون مزيان. يعني حنا تبارك الله في المغرب عندنا كنرقدوا الحامض، نرقدوا الخل، نرقدوا الزيتون، يعني اي حاجه عندنا صالحه للطرقات، حتى حاجه ما كتخسرش. وهذا الحامض الاخضر الفوائد ديالو كثيره على الحامض الاصفر. ف نستغلوه بهذه الطريقه. الا ما قدرناش نتناولوه نستغلوه في هذه الطريقه ويوجد، ونبقاو نسمو به الاطباق ديالنا. علاش لا؟ غادي نكب عليه كاس كبير ديال الماء المغلى في هذه القنينه هذه. كاس كبير ديال الماء المغلى اللي كنشربوا فيه الماء بارد. هذا الماء المغلى كيكون بارد، ركزوا على هذه باش ما تمشيوش ديروا الماء المغلى. غادي ناخذ القنينه الاخرى نمشيو نشوفوا الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه هي هذه الحامضه هذه، غادي نقطعها دواور، غادي نقيها حتى هي. انا نقيتها من قبل، انما غير غادي نقطعها دواور. الحامض هنا كله منقي وواجد، غير غادي نقطعها دواور يكونوا متوسطين الحجم، ما يكونوا رقاق وما يكونوش غلاظ، باش الملحه تدخل ليه، لان هذه طريقه مغايره. صافي وغادي نغمسو في الملحه كيف ما كنديروا الا كنغمسوا الحلوى في الكوك. غادي نغمسوه في الملحه، نغمسو كل دويره نغمسوها، ومن بعد غادي نحطو على القنينه وحده حدا اختها، دويره حدا اختها حتى كنعمرها. وحتى هو كندير ليه الماء المغلى كذلك، وكتكون محكمة الإغلاق. غادي نحتفظ به في قنينات في مكان مظلم لمدة أسبوعين، من 10 أيام قلت لكم حتى الأسبوعين. بغيتو يتصير مزيان 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 غتخليوه 30 يوم. بغيتو غير يتصير شويه، ما اصلا هو راه غادي يتصير، غادي يبقى لكم من 10 ايام حتى 15 يوم، وكيبقى مده طويله ما كيخسرش نهائيا، وعلى ضمانتي انايا. فكنتمنى ان الفكره ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش من لايك وكومونتيرات، كل وحده تشاركنا الطريقه ديالها كيفاش كترقد الحامض وكيفاش كيجيها المذاق ديالها. وما تنسوناش من الاشتراك باش تكبر العائله ديالنا، ودائما في اطار نصائح